السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض سلسلة الفاونديشن كورس، والنهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد درس مهم جدا جدا. وصلنا لسيشن نمبر 5، حلقة رقم 5 من الفاونديشن كورس. اول حاجة النهاردة هنتكلم عن how to make a sentence. مكملين في سلسلة ازاي بكون جملة صحيحة، بس هنشرح النهاردة معلومة سهلة وبسيطة قوي. بس نشوف الفيديو للآخر، ولو أول مرة بنشوف الفيديو على البيج ننزل ونعمل فولو البيج بتاعتنا، لايك وشير لو عجبنا الفيديو. اول حاجه نسمي الله كده ونقول عندنا النهارده المودال فيرب. هنتكلم عن كان، دي تبع المودال فيربس. يعني ايه يا مس الاول مودال فيربس؟ المودال فيربس اللي هي معناها الافعال الناقصه. طب دي اول حاجه عرفناها، ان المودال فيرب هو عباره عن افعال ناقصه. هو بس كان؟ لا، انا عندي كان وكود وشال وشود وماي ومايت، كل دي اسمها مودال فيربس. طب ايه المودال فيربس دي؟ بتعمل معايا ايه في الجمله؟ او انا ليه بستخدم اساسا المودال فيرب؟ وهي ايه وظيفتها في الجمله؟ وبتعمل ايه في الجمله؟ وازاي بستخدمها؟ وهل الفيرب اللي بيجي في الجمله ده المودال فيرب، هل ده مين فيرب عندي في الجمله، فعل اساسي، ولا انا هجيب فعل تاني زياده؟ تعالوا معايا نشوف الفيديو، لايك وشير لو عجبنا. اول حاجه المودال فيرب هو عباره عن افعال ناقصه. يعني ايه مس فعل ناقص؟ فعل ناقص حبايبي يعني بيجي معايا في الجمله بس عشان يوضح لي المود العام للجمله اللي انا هتكلم عنها، او الحاجه اللي انا هتكلم عنها. دي افعال عباره عن ايه؟ الافعال الناقصه دي، او الافعال هي بتسمى برضو الافعال المساعده او الاوكسيلاري فيربس، افعال مساعده. دي بتضاف ليه في الجمله، او ليه بنستخدمها؟ يعني انا دلوقتي بقول I play football، انا بلعب كرة القدم in general كده. وانا ممكن لو انا هستخدم المودال فيرب فبقول I can play football، انا اقدر العب كرة القدم. كلمة كان هنا عملت ايه؟ هي فعل مساعد على الجملة نفسها. يعني هو مش الفعل الرئيسي، لا ده فعل مساعد جه في الجملة عشان يوضح المود العام للجملة. هل المود العام للجملة ده، الجملة عندي انواع، هي طلب ولا اقتراح ولا نصيحة ولا سؤال؟ هي ايه الجملة دي بالظبط؟ فبيجي معايا المودال فيرب زي كان could shall should may might will would، كل دي اسمها مودال فيربس، افعال مساعدة، افعال ناقصة، بس بتيجي معايا في الجملة عشان توضح لي المود العام للجملة. هل الجملة بقى طلب، اقتراح، نصيحة، بقدم نصيحة لحد مثلا فبقول له should؟ هل هي مثلا سؤال؟ هل هي عرض، offer؟ كل ده بتعمله معايا المودال فيرب. عرفنا ليه اول حاجه بنستخدم المودال فيرب؟ دي افعال مساعده، او ايه وظيفتها؟ بتستخدم عشان توضح لي المود العام للجمله، سواء كان نصيحه، طلب، عرض، اقتراح، سؤال. لو مثلا هجيب كان او كود او شال او شوت في اول السؤال. طيب تعالوا بس في كام عندي 3 رولز كده، 3 قواعد معينه بمشي عليها طول ما انا بستخدم المودال فيرب. ايه هي بقى النصائح دي او الرولز دي اللي المفترض ان احنا هنمشي عليها لو احنا هنستخدم المودال فيرب؟ نمبر 1، اول حاجه عندي الفعل الناقص ده ما بحطلوش لا اس ولا اي اس ولا اي دي ولا اي ان جي، هو بيجي بشكله كده. يعني كان بتفضل زي ما هي كده. نمبر 1، يبقى اول حاجه الافعال الناقصه دي ما بتاخدش معايا اس في حاله السنجولار بروناونز. لو هستخدمها مثلا هقول he can watch TV، هو يقدر يشاهد التلفزيون. طب he can يا مس هنا كان وعندي he singular، تنفع كده؟ ايوه، كان بتيجي معايا كده زي ما هي مع all pronouns، زي ما بتيجي مع الضمائر كلها سواء كانت singular or plural. يبقى انا دلوقتي عندي كان اول حاجه عرفتها عنها انها ما بتاخدش معايا اس ولا اي اس ولا اي دي ولا اي حاجه. كان بتيجي زي ما هي كده as a clean verb، زي ما هي كده بتيجي معايا، ما بحطلهاش اس ولا اي اس. حتى مع السنجولار، ما بتاخدش معايا اس ولا اي اس. طب نمبر 2، دي رول نمبر 1. نمبر 2، الافعال اللي بتيجي بعد كان لازم يجي verb clean. يعني ايه مس verb clean؟ يعني فعل في المصدر. زي ايه يا مس؟ زي بقول he can play soccer، هو يقدر يلعب كرة القدم. كلمة soccer معناها برضو has the same meaning، ليها نفس المعنى من كلمة فوتبول. فوتبول معناها كرة القدم، بس كلمة soccer يعني أكثر استخداما مع الأمريكانز، فبيقولوا soccer على الفوتبول، فبقول he can play. يا مس طب خلي بالك ده he is a singular pronoun، دي singular. لا حبايبي، احنا قلنا can
لازم يجي بعد منها clean verb. clean verb يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات، حتى لو البروناون يا مس singular، حتى لو البروناون اللي انا مستخدماه هنا او النون اللي جه معايا في الجمله as a subject، جهنا معايا نون، جه معايا بروناون، لازم يجي بعد كان فعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني فعل نضيف بدون اي اضافات. يبقى عرفنا رول نمبر 1 ان كلمه كان ما بتاخدش معايا اس. رول نمبر 2 الافعال اللي بتيجي بعد كان لازم تبقى clean verb. clean verb يعني الفعل يكون في المصدر. نمبر 3 عندي تكوين السؤال بحط كلمه كان في بدايه السؤال، في اول السؤال. تمام كده. تعالوا نشوف مع بعض الاكزامبلز اللي انا ذاكرها لكم هنا عن المودال فيرب وهاو تو ميك ا سنتنس، وازاي بكون جمله من خلال استخدامي لكان. كده احنا عرفنا معلومه بسيطه قوي قوي عن كان، ان اول رول عندي ان كان ما بيجيش معاها اس ولا اي اس ولا اي دي. كان بيجي بعدها الفيرب في المصدر، لازم الفعل يكون في المصدر. يعني هو اساسا بعد كان يا مس بيجي فعل. طبعا حبايبي انا الجمله عندي بتتكون ازاي؟ بتتكون عندي من subject زي ما شرحنا في السيشن اللي عدى، subject verb object، الفاعل وبعدين الفاعل وبعدين المفعول. طب يا مس هنا ما انا عندي كلمه كان دي تبع دي فعل يا مس، احنا هنجيب فعل تاني. ايوه حبايبي بس دي فعل ناقص جاي الجمله كده عشان بيوضح حاجه معينه، سواء كان عرض او طلب او نصيحه او اي حاجه، بس هي مش الفعل الرئيسي. امال معنى كده ان الجمله فيها فعلين؟ ايوه حبايبي الجمله هنا عندي has two verbs، في فعل ناقص اللي هو كلمة كان أو could أو shall أو should، بس احنا النهاردة عاملين المين concentration بتاع السيشن بتاعنا على كلمة كان. كان بمعنى يستطيع. هنشوف sense number 1 I can run. I هنا معايا السبجكت، كان دي الفعل الناقص اللي هي المودال فيرب. طب جه بعد منها ايه؟ لو نلاحظ جه بعد منها فعل في المصدر I can run، وكلمة run هنا هي المين فيرب معايا في السنتنس. المين فيرب يعني ايه؟ يعني كلمة run دي الفعل الرئيسي، الفعل الأساسي اللي عندي في الجملة. وكان يا مس كان دي الفعل الناقص، احنا بس استخدمناها عشان نوضح ان انا اقدر اعمل شيء معين او ااكد، تعمل emphasis على شيء معين، ان انا اقدر ان انا اجري. I can run، انا استطيع ان اجري. يبقى كلمه I ده الضمير I هنا معايا البروناون it's a subject، ده السبجكت بتاع الجمله الفاعل، وبعدين استخدمنا كان. يبقى في ترتيب الجمله بعمل ايه؟ بجيب السبجكت وبعدين بجيب بعد السبجكت على طول بجيب المودال فيرب اللي هي الفعل الناقص، وبعد منه بجيب الفعل الرئيسي اللي هو المين فيرب اللي انا بستخدمه في الجمله. I can run يعني انا اقدر اجري. كده فهمنا ان تكوين الجمله مع كان بيتكون معايا من السبجكت وبعدين المودال فيرب وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الرئيسي او الاساسي معايا في الجمله، وبعدين بكمل الاوبجكت. Sense number 2 you can jump. you هنا بمعنى أنت تستطيع أن تقفز. يبقى أنا هنا عندي you is subject بتاع الجملة، كان هي المودال فيرب الفعل الناقص بمعنى تستطيع، jump بمعنى تقفز. وخلي بالي إن لما بنطق حرف الجي في كلمة jump فبحط كده حرف الدي خفيفة قبل إيه؟ قبل الجي، فبقول jump jump you can jump you can jump. دي jump هنا معايا الفعل الأساسي في الجملة. عرفنا الجملة بتتكون معايا ازاي لما باجي استخدم المودال فيرب. المودال فيرب كان لازم يجي بعد منه clean verb أو الانفينيتيف. clean verb يعني الفعل في المصدر. هنشوف sense number 3 she can sing a song. she can sing a song هي تقدر تغني أغنية. she السبجكت، كان هي المودال فيرب اللي هي الفعل الناقص، sing عندي هنا sing اللي هي معناها يغني، دي بقى المين فيرب. يعني ايه المين فيرب يا مس؟ يعني الفعل الرئيسي او الفعل الاساسي عندي في الجمله. وكلمه كان لازم يجي بعدها فعل في المصدر. شوف sense number 4 he can draw a picture. he can draw a picture يعني هو يقدر يرسم صوره. he السبجكت pronoun هنا عندي في الجمله، هي الفاعل هي، كان بمعنى يستطيع ودي modal verb. modal verb يعني ايه؟ يعني فعل مساعد جاي في الجملة يوضح حاجة معينة. draw بقى هي المين verb اللي هي الفعل الرئيسي معايا في الجملة. شفتوا حبايبي من كلمة كان عرفنا نكتب جمل كتير قوي ونرتبها. الأول هنجيب السبجكت وبعد منه هنجيب المودال فيرب اللي هو الفعل الناقص، وبعد منه هنجيب الفعل الرئيسي اللي هو المين فيرب، وبعده على طول هنحط الاوبجكت. هنشوف sense number 5
we can wash the dishes. we can wash the dishes يعني احنا نقدر نغسل الأطباق. wash بمعنى يغسل، ودي طبعا المين فيرب. أول حاجة عندي كلمة we اللي هي معايا هنا subject. كان بمعنى يستطيع اللي هي المودال فيرب، يجي بعد منها الكلين فيرب الفعل في المصدر. wash بمعنى يغسل. dishes هنا معايا هي الأطباق، هي الأوبجكت معايا في الجملة. يبقى ترتيب الجملة subject modal verb وبعدين الفيرب الاساسي للجمله. يبقى انا عندي السبجكت وبعدين المودال فيرب وبعدين المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي وبعدين بكمل باقي الجمله بتاعتي بالاوبجكت. Sentence number 6. They can sweep the floor. They can sweep the floor. هم يقدروا يكنسوا الارض. They can. They هنا معايا subject. can بمعنى يستطيع اللي هي المودال فيرب. sweep بمعنى يكنس، وهنا الفعل الرئيسي معايا في الجمله هنا sweep. the floor اللي هي الأوبجكت معايا اللي هي الأرض. كده اتكونت معايا الجملة subject modal verb main verb وبعدين الأوبجكت. I can read books. I can read books. I هنا subject معايا. can بمعنى يستطيع دي المودال verb. read اللي هي المين verb الفعل الأساسي عندي في الجملة. books اللي هي الأوبجكت. Since number 8. He can play tennis. He can play tennis يعني هو يقدر يلعب التنس. he السبجكت بتاعي هنا في الجملة he. كان المودال فيرب. play بمعنى يلعب اللي هي الفعل الرئيسي في الجملة. فين الفعل الرئيسي؟ play. وفين الفعل المساعد؟ can. تعالوا نشوف آخر sentence معايا. it can climb a tree. it can climb a tree إنها تستطيع إنها تتسلق الشجرة. أنا عندي الام if it followed by b. لو حرف الام جه بعد منه بي بعمل ايه؟ طب بي خفيفه ولا بي تقيله؟ لا البي الخفيفه. لو حرف الام جه بعد منه حرف البي بيكون عندي silent letter. silent letter يعني ايه يا مس؟ يعني ما بنطقوش. it can climb. it can climb يعني هي انها تستطيع انها هي تتسلق الشجره. يبقى خلي بالي ان حرف الام اذا جه بعد منه حرف البي بيكون عندي silent letter، حرف صامت ما بنطقوش. تمام كده. لكن حرف الام اذا جه بعد منه بي تقيله لا طبعا بنطقه زي كلمه jump. لكن دي climb بمعنى يتسلق الشجره. اتكلم مثلا على القرد اقول ايه؟ it can climb. شوف كده it المفترض دي singular pronoun المفروض يجي معاها يا مس اس. لا حبايبي طالما استخدمنا المودال فيرب كان لازم يجي بعد منه فعل في المصدر. يا رب تكون المعلومه عجبتكم والفيديو افادكم. نعمل جمل كتير ونكتب في الكومنت، وان شاء الله باذن الله انتظرونا كل يوم فيديو جديد من سلسله الفاونديشن كورس. كنت مع مس اميره انجلش في الاول جرامر. لاول مره حبايبي بنشوف الفيديو على البيج او على القناه بتاعتنا ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس ونعمل فولو للبيج بتاعتنا. كنت مع مس اميره انجلش في الاول جرامر. ثانك يو اند جود باي.